في حتة ضيقة من حواري اسكندرية وسط ريحة اليود والدخان كان قاعد طارق، شاب عنده 27 سنة. دي قضية جديدة من قضية منسية. طارق كان شغال ديليفري على موتوسيكل، بيجري طول النهار علشان يجيب القرشين اللي يعرف يتجوز بيهم ويساعد أمه. وفي يوم ظهر في حياته المعلم برعي، راجل بكرش وسلاسل ذهب، وضحكته بتبين سنانه الصفرة ووشه في لقم السنين. برعي قعد مع طارق على القهوة وبدأ يفرش له الأرض رمل، وقال له بكلمتين معسولين: يا طارق، العمر بيجري واليورو هناك في إيطاليا ملوش صاحب. انت شاب زي الورد، تضيع شبابك في الزحمة ليه؟ أنا هسفرك في يخت ملكي 4 ساعات وتكون على البر التاني، وهتنسى الفقر وأيام الكحرطة. طارق بسلامة نية صدق. ابن منطقته راح بعدها بأمه واستلف من طوب الأرض لغاية ما جمع 100,000 جنيه اللي برعي طلبهم منه. وفي ليلة غابت فيها الشمس واستخبى فيها القمر، اتجمع طارق و15 شاب من صحابه وجيرانه ومعاهم الشنط علشان يهاجروا برا مصر. أول ما وصلوا الصدمة كانت فوق الاحتمال. مفيش يخت ولا حاجة سياحية أصلاً، قدامهم مركب صيد خشبية قديمة وريحتها جاز، والخشب متاكل منها كمان كأنه طالع من قاع البحر. طارق خاف وقلبه انقبض وقال لبرعي: ايه ده يا معلم؟ المركب دي ما تشيلش حمولة سمك، ازاي هتشيلنا لبلد تانية خالص؟ برعي رد ببرود وهو بيعد في الفلوس: دي تمويه يا غبي، عشان خفر السواحل. أول ما تعدوا على الحدود اللانش هيجيلكم بسرعة وهيقابلكم وهياخدكم على البر التاني، يلا بسرعة عشان الوقت بيسرقنا. ركبوا الشباب فوق بعض 40 روح في مركب متهالكة، وأول ما دخلوا في عرض البحر والموج بدأ يعلى والرياح بقت تصرخ زي الشياطين، وفجأة الموتور كحكح مرتين ووقف تماماً. الضلمة كانت كحيلة والمية بدأت تدخل من الشقوق اللي موجودة في المركب. طارق لقى نفسه وسط صريخ وعياط صحابه كلهم، وكل واحد فيهم بيفكر في أمه اللي مستنية منه مكالمة في وسط الزحمة دي علشان يطمنها ويقول لها إنه هو وصل بخير. طارق اكتشف الغدر الحقيقي، لقى جالون جاز مفتوح جنب الموتور ومحطوط فيه فتيل بيولع ببطء. برعي ما كانش باعتهم يسافروا، برعي كان مجهز لهم قبر مائي عشان يغرقوا والسر يموت معاهم، لأنه كان عارف إن المركب دي مستحيل توصل لبر الأمان. المركب اتقسمت نصين بعد انفجار بسيط حصل جوه المركب، والصريخ ملا البحر لغاية ما سكتوا تماماً. طارق فضل ماسك في لوح خشب بيقاوم الموت والبرد والملح والأمواج، وشاف صحابه وهم بيغرقوا قدامه واحد ورا التاني وهو مش قادر يمد ايده لحد. وبعد 14 ساعة من عذاب خفر السواحل لقوا طارق الوحيد اللي نجي. لما المباحث قبضت على برعي اكتشفوا البشاعة الحقيقية. برعي ما كانش بس واخد فلوسهم، ده كان مطلع بوالص تأمين بأسامي وهمية على كل واحد فيهم عشان يقبض تمن موتهم من شركة التأمين. وبعد ما قبض تحويشة عمرهم وهم أحياء، طارق عاش بجسمه بس روحه ماتت مع صحابه في قاع البحر. والمعلم برعي اتمسك وهو بيحاول يهرب، بس بعد ما كان دمر حياة عائلات كاملة. السمسار مش بس بيسرق قرشك، ده بيتاجر بدمك اللي بيبيع لك جنة في مركب خشب، بيبقى بيحجز لك مكان في جهنم تحت المية. احذروا من تجار الأحلام، لأنهم في الحقيقة تجار موت بيلبسوا وشوش ولاد البلد والجدعان. دي قضية جديدة من قضية منسية.